تخيل إنك في نص الليل واقف قدام باب مقبرة مصرية قديم. الباب حجري ضخم مكتوب عليه رموز غريب ورسوم لملك لابس تاج وماسك صولا، وكل ما تقرب تحس إن الهواء تقل وإن في حاجة جوا بتراقب. تفتح الباب العافية، يصدر صوت صرير ثقيل كأنه صوت الزمن نفسه وهو بيتفتح. تدخل، تلاقي ممر طويل، ريحة تراب وحجر قديم، وفي آخر الممر غرف تدخلها تلاقي فيها تابوت مزخرف وحوليه تماثيل وأجران وأواني، وعلى الجدران رسوم بتحكي قصة حد مات وهو بيتحاسب. تقرب شوي وفي لحظة تحس إن قلبك بيدق سريع. تفتح التابوت وتلاقي الجسم محنط، مومياء مر عليها آلاف السنين ومع ذلك لسه موجود، كأنها بتتحداك. وساعتها هتسأل نفسك، هم الفراعنة دول كانوا بيعملوا إيه؟ وإزاي كانوا بيحولوا جسم الإنسان لشيء يقدر يعيش مع الزمن؟ وليه أصلا كانوا مهتمين بالجسم بالشكل ده؟ وهنا بقى تبدأ القصة الحقيقية، قصة المومياوات والتحنيط والخلود، وقصة شعب كان مؤمن إن الموت مش نهاية، الموت بس باب، واللي يعدي منه صح يعيش أبديا. الفراعنة كانوا شايفين إن الإنسان مش جسم وبس، الإنسان عنده روح، وعنده كا ودي قوة الحياة، وعنده با ودي الروح اللي بتطير وتتحرك، وعنده كمان أخ ودي بعدما الروح تتطهر تبقى في شكل مقدس. والمهم إن كل الأجزاء دي لازم تفضل مربوطة بالجسم، فلو الجسم تحلل الروح ما تلنقيش بيت ترجع له، وكده الخلود يضيع. عشان كده التحنيط عندهم ما كنش رفاهي، ده كان مشروع نجاة، وفي نفس الوقت كان مرعوب لأنه بيتعامل مع الجسم بعد الموت بطريقة تخلي أي حد يقشعر. أول ما الشخص يموت كانوا يغسلوه ويجهزوه ويودوه لمكان مخصص اسمه بيت التحنيط، وده مكان ما كنتش تقدر تدخله إلا لو أنت من أهل المهنة. وأهل المهنة دول كانوا نوع غريب، نص أطباء، نص كهن، نص سحر، وكل خطوة في العملية كانت ماشية على قواعد ديني وتعاويذ وطقوس. والأغرب بقت إنهم كانوا يخافوا من الغلط، لأن الغلط مش بس يبوظ الجسم، ده ممكن يبوظ مصير الروح كلها. تخيل إن في عالم تاني مستنيك، وإن أي غلط في جثتك يخليك تضيع. أول خطوة وهي من أغرب الخطوات، شيل المخ. أيوه المخ، هم كانوا شايفين إن المخ ملوش لازم، وإن القلب هو اللي بيفكر ويحس. فيدخلوا أداة معدنية طويلة من المنخار ويفتتوا المخ من جوه بحركات معين، وبعد كده يسحبوه بشكل تدريجي، وفي بعض الحالات يستخدموا سوائل عشان يطلعوه. وتخيل معايا إن الشخص اللي بيعمل كده كان بيعمله وهو متمالك أعصابه وبدق، كأنه بيعمل عملي جراحي. بعد كده يجي دور الأعضاء الداخلي، يفتحوا فتحة صغيرة في جنب الجسم ويطلعوا الأمعاء والمعدة والكبد والرئتين، ودي كلها أعضاء لو سابوها هتتعفن سريع. فيحطوها في أواني كانوبي، والأواني دي كانت أشبه بخزان سري، وكل واحد فيها عليه رأس إله بيحمل عضوة، وكانوا مؤمنين إن العضو ده هيترد تاني في العالم التاني. أما القلب بقى فده ما كانوش بيشيلوه، لأن القلب هو اللي هيتحاسب. وهنا مهمة جدا، الفراعنة كانوا مؤمنين إن في محكمة في العالم التاني، وإن في ميزان، وإن القلب هيتحط في كف، وفي الكفة التانية ريش ماعة رمز الحق والعدل. لو القلب خفيف ونقي تعيش، لو تقيل بالذنوب في وحش اسمه عمية يبتلعه، وكده الروح تتمح. وتخيل رعب الفكرة دي، إنك مش بس هتموت، ده ممكن كمان تتمحى من الوجود. عشان كده كانوا مهتمين بالقلب. بعد ما يشيلوا الأعضاء يجي بقى السر اللي خلى التحنيط ينجح، النطرون. ملح طبيعي كان موجود في مصر، وده مش زي ملح الأكل العادي، ده مزيج من أملاح تسحب المياه من الجسم. يغطوا الجسم كله بالنطرون من فوق ومن تحت، ويسيبوه 40 يوم كاملين. وال40 يوم دول كانوا زي فترة سحري، الجسم فيها يبدأ يتغير، كل سائل يخرج، كل رطوبة تتسحب، ويبقى الجسم ناشف تماما. وفي نفس الوقت كانوا يراقبوا الجسم، لأن أي زيادة أو نقصان في المدة ممكن يخلي الجسم يتشقق أو يتلف. وبعد 40 يوم يطلعوا الجسم، ويبدأوا مرحلة تاني، يملوا الفراغات، لأن بعد ما الأعضاء اتشالت في فضا جوه البطن، فيحطوا جوه مواد زي الكتان أو نشار خشب أو مواد عطري، عشان الجسم يفضل شكله طبيعي.
بعد كده يدهنوا الجسم بزيوت وراتب وعطور، والمواد دي مش بس للريحة، دي كانت كمان طبقة حماية ضد الرطوبة والحشرات. وهنا تيجي المرحلة اللي كل الناس عارفاها، اللف بالكتان. بس بقى خليك معايا، اللف ما كنش لفوة بس، ده كان طقس. كل طبقة كتان كانوا بيقرأوا معاها تعويذ، ويحطوا تميمة في مكان معين، زي تميم على الصدر، وتميم عند الإيد، وتميم عند الرجل، وكل تميمة لها معنى، واحد للحماية، واحد للقوة، وواحد عشان الروح تفضل متوصلة بالجسم. وفي النهاية يحطوا قناع على الوش، قناع ذهب أو خشب مطلي، والقناع ده كان بيخلي الروح تعرف صاحبها. وهنا بقى نقطة مهم، الفراعنة كانوا مؤمنين إن الروح ممكن تتلخبط، فلو ما فيش وش واضح ممكن الروح تضيع. وبعد ما التحنيط يخلص، المومياء تتحط في تابوت مزخرف، والتابوت يتحط جوه تابوت تاني، وأحيانا تالت. وتخيل معايا إن في بعض الملوك كانوا بيعملوا تابوت داخل تابوت داخل تابوت، كأنهم بيقولوا إحنا مش هنسيبه جسمه يتسرق، وهنا نوصل لمكان الدفن. ودي مش حفرة في الأرض وخلاص، لا، دي مقبرة متعاملة زي قلعة، فيها ممرات، وفيها أبواب، وفيها فخاخ، وفيها حجرات وغرف، وكل ده لسبب واحد، اللصوص. أيوه اللصوص. اللصوص كانوا أكبر عدو للمومياوات، لأن الملوك كانوا بيدفنوا معاهم ذهب ومجوهرات وأكل وشراب وحتى أثاث، وكل ده كان مغري. وعشان كده كانوا يحطوا لعنات مكتوبة على الجدران، واللعنات دي مشهور. بس تعال أقول لك الحقيقة، اللعنة كانت نوع من التهديد النفسي، تخوف اللص، تقوله لو قرب هتتعاقب. وحتى لو ما في سحر حقيقي، الرعب كان كافي. وفي نفس الوقت كانوا بيحطوا كتاب الموت مع المومياء، وده مش كتاب واحد، ده نصوص وتعاويذ وإرشادات تقول للميت يعمل إيه في العالم التاني، يعدي إزاي من البوابات، يردوا إزاي على الأسئلة، يهربوا إزاي من الوحوش. وهنا بقى تفهم إن الفراعنة كانوا شايفين العالم التاني كأنه رحلة مرعب، فيها مخاطر، وفيها تحقيق، وفيها حكم، وفيها إما نجا أو فناء. وعشان كده كانوا بيحضروا كل حاجة. وتخيل بقت إن في شخص عايش وهو متأكد إنه بعد ما يموت هيتحاسب بالقلب، وإن قلبه ممكن يتوزن ويتبلع، فطبيعي يبقى عايش وهو مراقب نفسه، ويخاف يظلم، ويخاف يكذب، ويخاف يسرق، ويخاف يقتل، لأنه عارف إن في ميزان مستني. وده بيفسر لك ليه الدين والأخلاق كانوا مربوطين عندهم بالخلود. بس تعال بقى للنقطة اللي الناس بتخاف منها، ليه المومياوات مرعب؟ ليه لما نشوف مومياء نترعب؟ السبب إنها بتكسر قاعدة في عقولنا، إن الموت نهاية وتحلل. إحنا متعودين إن الجسم يتحلل ويختفي، إن الوش يتمح، إن الملامح تروح، لكن المومياء بتقول لك لا، أنا هنا. وهنا بقى الرعب الحقيقي، أن الماضي مش بيموت، وأن في جسم ممكن يفضل معارك في نفس العالم ويشوفك وإن كان صامت. وهنا بقى بتبدأ قصص كتير جدا عن اللعن، وعن المومياء اللي بتصح، وعن الحرس اللي بيسمع صوت خطوات في المقبرة، وعن اللي بيحلف إنه شاف عين المومياء بتلمع في الظلم. وطبعا كل ده معظمه حكايات، بس الحقيقة إن المكان نفسه مخيف. مقبرة تحت الأرض، ظلم، هواء تقيل، وجسم ميت موجود، فطبيعي العقل يركب سيناريوهات رعب. وهنا بقى نوصل لحاجة مهمة جدا، التحنيط كان علم وفن، وفي نفس الوقت كان تجار. أيوه تجار. في عصور متأخرة بقى في ناس بتتحنط حتى وهي مش ملوك، وفي ناس بتتحنط حيوانات كمان، قطط، تماسيح، صقور، ودي كانت قربانات ومقدسات. وفي مقابر مليان مومياوات حيوانات بالآلاف. وده بيديك إحساس إن الفراعنة كانوا مهووسين بفكر البعث والخلود. بس تعال بقى لأغرب سؤال، هل الفراعنة نجحوا في الخلود؟ لو إحنا هنقيس الخلود على الجسم، نجحوا. الجسم فضل وبقي واتحفظ، ونجحوا في إنهم يهزموا التحلل، وده في حد ذاته معجزة بمقاييس زمانهم. ولو هنقيس الخلود على الاسم والذكر، فهم نجحوا أكتر، لأن بعد آلاف السنين إحنا لسه بنتكلم عنهم، ولسه بنشوف مومياواتهم، ولسه بنترعب من مقابرهم. وكل مرة نشوف مومياء نحس إن في حد من الماضي بيبص لنا.
ويقول لنا إحنا ما متناش، إحنا سبنا أثر. وهنا بقى تبدأ تفهم ليه التحنيط مش مجرد عمل طبي، دي كانت فلسفة ورسالة وفكرة مخيفة جدا، إن الإنسان ممكن يتحكم في الموت، على الأقل في شكله. وفي النهاية أكتر حاجة مرعبة في قصة الموميا مش إنها موجود، بل إنها بتفكرك بسؤال مرعب. لو إحنا كنا عايشين زي الفراعنة وعارفين إن في ميزان مستنينا، وإن القلب هيتحاسب، وإن الجسم لازم يفضل، كنا هنعيش إزاي؟ وهل كنا هنخاف من الموت؟ ولا كنا هنخاف من الحساب؟ والسؤال الأخير بق، لو المومياء قدامك دلوقتي وفجأة في ضوء خافت لمحت إن عينها لمعة، هتعمل إيه؟ هتجري؟ ولا هتقرب أكتر؟